وعايزين يشغلوك بيها. واحد من عناصر الارهاب ايا كان يطلع حركه حماس ارهابيه وقنوات المعاديه الارهابيه تقعد تقول لك والجيش المصري قاتل وضرب، واحد مش عارف ايه، واصله ده كان معاق او مش معاق. وانا هسأل سؤال لحضراتكم كل واحد فيكم، هو انت عايز حدودك مستباحة؟ هو الطابور الخامس اللي انا بقول عليهم دائما الخونة اللي عمالين النهارده يهاجموا جيشهم ويشتموا جيشهم وازاي تقتله وانت عايز بلدك مستباحة؟ ده انا بحيي البطل، انا بقول اهو انا بحييه باعلى صوتي، هذا البطل اللي نفذ التعليمات اللي عنده كده. هو انت النهارده بتعدي حدودي في اي دولة في العالم، مش في العالم، بتعمل رسالة تحذيرية، تحذير الاول، اصل ده انتهاك للسيادة. هو اللي داخل النهارده الحدود دي على فكرة مش شؤون اجتماعية ولا مكتب بريد، ده حدود في العالم، حدود الدول ادافع عنها وبحيي ابطالنا ورجالتنا. اللي هو اي حد ينتهك حدودي هقطع جسمه 400 حته. هي دي الرساله. ده انت تفتخر وتشكر جيشك اللي هو عمل ده. انا ماليش علاقه بمعاق ولا مش معاق، وايه اللي عرفني؟ هو هساله اخبار حضرتك ايه؟ جاي تعمل ايه حضرتك؟ ما نفتح سين وجيم وهو داخل ونقف نتكلم معاه شويه ونساله اخبارك ايه؟ طب عايز ايه؟ تؤمر حضرتك بحاجه؟ طب وايه اللي ضمني؟ في اي امن ايه اللي ضمنك؟ ايه اللي ضمنك النهارده يعمل لك ده؟ ما يكون بدايه العمل ارهابي، ما يكون هو نفسه عمل ارهابي. يعني ايه اللي ضمنك؟ واحد بيخترق الحدود، بتخترق الحدود رايح فين ان شاء الله؟ عبر حدودك، عبر حدودك. وفي حد في العالم امريكا لما بيعبروا حدودهم بيسيبوه؟ في اي بلد في العالم حدود الدول منتهكه، سياده الدول تنتهك، وفي خونه يقول لك ازاي؟ لا ده انا بحيي كمان مره تانيه. واللي يدافع عن بلد اللي هو بيدافع عني، ده بيدافع عنك يا خاين. يعني انت رغم ان انت خاين لكن الجيش هنا بيدافع عن المصريين وبيدافع عن الشعب وبيدافع عن البلد. ده انا بقول لحضراتكم اهو لازم تدي الناس دي قوه ورساله. الرساله مره تانيه اللي هيدخل الحدود ده هيكون مصيره. اي حد يقتحم حدودنا او يعبر حدودنا ده مصيره. لازم يبقى عارف كده. الرساله توصل لحركه حماس الارهابيه والغير حماس واللي بيحاولوا او يفكروا. حدود مصر مش مباحه لحد، وحدود مصر لن يتم السماح لكائن من كان ولا اي شخص من اي حته ينتهك سياده مصر ولا حدودها، ولو فرد ولا واحد ولا نمله تعدي. الحدود هي حدود، اسمها حدود. الدول المواطن يبقى عارف يعني ايه حدود، دي اسمها حدود. حد يعني في مقاتل بطل واقف على الحدود ده مسؤوليته ايه؟ احمي ده هو قسم كده، ده هو القسم بتاعه اليمين ولا بتاعه كده. اليمين اللي اقسم بيه الحفاظ على بلدي وامن واستقلال بلدي طبعا، واقاتل لايه؟ اخر لحظه. يعني سلاحه ده سلاحه في حضنه، ما سلموش، اموت وسلاحي معايا. هو ده. فتقول لي حدود؟ ادخل حدود تانية هتتقتل، مش هتتقتل. وانا بقول للقنوات المعاديه واللي بيروجوا واللي بيعملوا والاكاذيب اللي بيروجوها دي مصر. اوعى تقول لي ده مين؟ مفيش حد في العالم بيسال حد. على حدود يتم تنفيذ الاوامر. ده في العالم، انا بتكلم على ده اسلوب في العالم كله. مش اذا قطر عندها حدود، لو عندها جيش يعني، او كان ليها حدود مع دول ما اعرفش ولا ايه، مثلا يعني لو عندها ما اعرفش عندها حرس حدود ولا ايه، ما اعتقدش طبعا عندها حرس، فما يعرفوش الحكايه دي. فلو حد عدى من المملكه العربيه السعوديه او العكس، المملكه العربيه السعوديه اي حد يعدي هيتقتل، هيروح ناحيه ثانيه اذا كانوا يعرفوا معنى الحدود. هي دي الدول. عندما يكون هناك دول تعرف معنى الحدود، ولكن لانهم ما عندهمش دول اساسا ودولهم مستباحه ومنتهكه طبيعي، فهو بالنسبه له اي حد ممكن يدخل واي حد ممكن يعدي وممكن يهرب. وعايز اقول لحضراتكم لا النهارده ولا بكره ولا بعد بكره ما حدش هيطبطب ابدا على اي حد من اي مكان يفكر في يوم من الايام او في لحظه انه يختبر مصر. اوعى حد يختبر مصر، اوعى حد يختبر الجيش المصري. وانا بقول هنا لحركه حماس الارهابيه اوعوا في لحظه يحصل لكم جنان في عقلكم. اوعوا
يحصل لكم خبلان في عقلكم. اوعوا تفكروا ان احنا نبعت حد فنختبر الجيش المصري هيعمل معاه ايه، وبعدين نبعت حد تاني ونختبر. اوعى تفكر تختبر، هيكون اخر يوم ليك. انا بقول لكم تبقوا عارفين الحكايه دي. انا بتكلم بشكل واضح بحكم اللي احنا بنشوفه واللي احنا بنتابعه. ده مش يعني انا بتكلم بحكم اللي انا بشوفه، وهي دي الدول وهو ده جيش مصر. انه محدش يختبر قدرة جيش مصر. قدرة جيش مصر مش موضع اختبار لحد ابدا في اي حتة. لازم تبقوا عارفين ده. فالرسالة ايوه اللي اتعمل صح، وده اللي يتعمل طبيعي في اي دولة، ومصر دولة ذات